السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني. كل سنة وانتم طيبين وفي العيد متهنيين يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. تعالوا بقى اول يوم بقى العيد كده، وخلاص بقى خارجين من رمضان وزهقانين من الاكل والحاجات دي بقى. تعالوا هنشوف هنعمل بكمية البصل الكتير اللي قدامكم دي هنعمل بيها ايه. بس واضح ان هي اتعرفت كده علشان قدامكم البول اللي فيها العدس. هنعمل كشري المصري الحلو الاصيل. تعالوا بقى هنشوفه هنعمله ازاي. انا قطعته كده جوريان زي ما شفتوا كده، معايا بصلايه قطعتها قدامكم. والكميه دي على حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا عامله كميه حلوه فعشان كده عامله البصل الكميه دي. تمام. حطيت بقى ظبطت الملح كده رشه بمعلقه بسيطه جدا على الكميه اللي انا عاملاها دي كلها. رشه مع ملح بسيطه. وحطيت معلقه من النشا. وتلات اربع معالق بقى من الملح. وطبعا قبل ده كله انا غسلاه ومصفياه علشان خاطر غسل، يعني بعد ما قطعتيه غسلتيه تاني علشان انا عايزاه مبلول عشان الدقيق يمسك فيه كده بقى وايه. واقعد افرك فيه كده وتبقى الواحده بوحدتها. حلو الكلام حلو الكلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقعد بقى افرك فيه كده لغايه ما يفركك معايا بالمنظر ده. وانزل على طول وابدا بيه كده باول حاجه في الزيت على طول. والحله اللي هناك بقى دي كنت انا حاطه فيها العدس اللهم صل على محمد الحمص. يستوي معايا بقى كده، حاطه له طماطمايه وحاطه له توميه، معلقه من الثوم. وحاطه له ملح وكمون وبس كده، وسبته بقى ايه يغلي على النار عقبال ما ايه اخلص بقيه الاكل. حطيت كده بقى ايه كوبايه بقى من كل نوع مكرونه انت عايزاه. اللي هي المقصوصه وال بنسى اساميهم شفتوا بقى. المهم بقى ايه الانواع المكرونات اللي انت بتحبيها. والسباكيتي بصوا انا بنسى اساميهم. تمام تمام. بس تعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها. بس انا مش بحب احط المكرونه القلم، بحس ان هي بتغير طعم الكشري خالص. ما بحبهاش تماما، ما بحبهاش خالص. بصوا ده ايد حبيبي، ده ابن اخويا بيعمل لكم باي باي. ربنا يبارك لي فيه يا رب واشوفه احلى الناس. بصوا بقى حمري البصل. طلعيه جولد كده ذهبي يعني وما هتحروقهوش. تمام. وانا بدأت بيه علشان هقول لكم هنعمل ايه. يعني ممكن ابدا يعني ممكن تعمليه اخر حاجه، لا انا عملته اول حاجه علشان انا ليا غرض من كده. تمام. نزلت بقى حطيت الميه بتاعه المكرونه ونزلت بالمكرونه كلها بتاخد سوا واحد. هديها غلوتين كده وهطفي عليها تكمل سواها في الميه السخنه. والحله اللي ورا دي حطيت بقى العدس والميه بتاعته. دول كده كانوا ربع كيلو، حطيت عليهم معلقه كبيره من السكر هيخليه مسكر وطعمه حلو جدا. تمام. هسويه نص سوا. كل ده انا كده حطيته على النار مره واحده. خلصت البصل بتاعي، الزيت الزيت اللي انا حمرت بيه البصل. هعمل بيه ايه؟ هكمل بقيه الوصفات بالزيت ده. يا سلام يا سلام. بجد بيغير الطعم وبيدي تيست عالي جدا. بتاخدي بقى طعم الزيت ده بقى بتاع البصل ومدقوح وجميل جدا. بجد جربوها دي. انا كده بعمل بقى خدت منها حطيت منه في الحله اهو. هعمل ايه؟ هنعمل صلصة الايه الكشري. بصلايه صغنونه خالص. عايزه تعمليها بتوميه بس اعمليها براحتك. بس انا بنحب كده نعملها ايه. اقطع لها بصلايه صغنونه خالص. اديها بس صفار او يعني داخله كده في الاحمرار. اروح نازله ايه بالثوم. دي طريقة بقى خالته حبيبتي كده، ربنا يخليها لينا ويديها الصحة يا رب. بجد الكشري بتاعها لا يعلى عليه. بس ايه انا طالعه لها يعني قربت اجيب طعم بتاعها. مهما كان برضو هي ليها تكتها وحركاتها، بس انا وقفت معاها وشفتها بتعمله ازاي وعرفت الاسرار. تمام. نزلت بقى بالثوم كده اول ما احمر معايا.
والثوم طبعا ما بياخدش سوا ولا بياخد احمرار، او بس يتكتك كده مع بعض اروح نازله بعصير الطماطم. يبقى انا كده حاطه المكرونه على النار وحاطه العدس وكمان عملت الصلصه وعملت طفيت على الحمص كمان. فاضل معايا الرز. نقلت الصلصه على العين التانية، وبقيه الزيت اللي فاض مني حطيته للرز. هنزل بقى بالبصل اللي بالكميه اللي انت عاملاها، يعني عامله مثلا كوبايتين، على حسب الكميه اللي انت عاملاها تحطي البصل اصفر معايا وبقى بالمنظر ده. هنزل بحبه من الشعريه، ممكن تعملي رز بشعريه زي ما انت عايزه، بس انا بعمله كده. بتحطي البصله تصفر وتحمر معايا، وبتروحي نازله بالشعريه تاخد اللون معاها، وبعد كده تنزلي بكميه الرز. محتاجه لايك بقى ولا مش محتاجه لايك؟ حطوا اللايك بقى وما تنسوش الكومنت، علشان بجد بتسعدوني بكومنتاتكم. ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلبه كده واديله تشويحه جامده كده علشان خاطر يطلع مفلفل معايا وما يعجنش. حط الملح. طبعا انا بسخن الكتل. العدس بتاعي استوى خلاص، وميه العدس اللي باينه منها من حته اللي ورا الحله بتاعت الرز، في حته كده باينه، هي ده ميه العدس. هنعمل بيها ايه؟ هناخد منه للرز، هيدي طعم حلو جدا. خدت منه شويه كده، هديله تقليبه وهنزل ببقيه الميه من الكتل على طول. يا سلام يا سلام. طب بقيه الميه بتاعت العدس دي هنعمل ايه؟ هنعمل بيها ايه؟ هنشوف مع بعض هنعمل بيها ايه. جبت العيش ده بقى كده، طبعا انا مش ملحقتش طبعا اعمله، لا، فانا جبته جاهز الصراحه. عايزه تقطعيه مربعات، عايزه تقطعيه مثلثات زي بتاع المحلات، اللي يعجبك. كده هيتاكل وكده هيتاكل. انا سبته مثلثات زي بتاع بره بقى، علشان ايه؟ بتوع بره دول بقى مش احسن مننا. ايه رايكم بقى في الورد الجميل اللي محطوط اللي يفتح النفس ده؟ حاجه كده قبها جميل وبجد، وشكله حلو قوي، صح؟ عاجبني. يا رب ريح بالنا يا رب. جبت الحله دي، هحط بقى كده شويه من الزيت عشان خلاص، لو كان فاض من الزيت اللي انا عملت بيه البصل كنت حطيت منه، بس بصراحه كان خلص. هنعمل ايه؟ هنعمل الدقه اللي هي الشطه يعني. حطيت شويه من الزيت، وحطيت الملح، هحط فلفل اسود، وهحط كمون. تمام. وهنحط كزبره، كل حاجه كده معلقه صغيره او على حسب الكميه برضو اللي انت عاملاها. توم باودر وبصل باودر، وكمان هحط الشطه. كتري بقى الشطه، كتري. وكمان هروح حاطه بقى التوم على حسب برضو اللي انا عاملاه، وهروح على النار هحمرهم مع بعض كده. عارفين لو انا ما كنتش حطيت الشطه، كنت خدت معلقه من ديت بعد ما يحمر التومه بقى بالتتبيله دي، كنت خدت منها معلقه على الصلصه ومعلقه على الرز. بتدي طعم حلو جدا، بس للاسف انا كنت حطيت الشطه، فما كانش ينفع ان انا اعمل الخطوه دي. بس لو كنت بعملها على طول يعني، بس ايه، بتدي تيست عالي جدا بجد. فهنحط كده، حمرت التومه. اول ما التومه تحمر معايا هروح طشوها بالخل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ده كده اول يوم العيد، وانتظروا بقى شفتوا بقى دي. ننتظر بقى بكره فيديو الفسيخ ان شاء الله بامر الله، نفتحه مع بعض ونشوف ايه الاخبار. لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. خارجين بقى من العيد، زهقنا بقى من الاكلات اللي احنا عملناها دي كلها، فقلنا نعمل ايه؟ نعمل كشري. ما عملناهوش في العيد في رمضان خالص. خارجين من العيد، معلش اعذروني اعذروني.
خارجه بقى من رمضان معلش. ف فزهقنا بقى من الاكل وما عملناش الكشري اصلا، فبجد كنا مشتاقين له. طشيت بقى كده الخل وهسيبهم بقى يتكتكوا كده مع بعض، واشم الريحه جميله، واروح نازله بالميه العدس اللي قدامي دي. هنزل بقى بالكميه كلها. بس خلاص. هي حمرا كل حاجه، بس هروح حطلها صلصه من اللي انا عاملاها عشان تبقى حمرا معايا بزياده. وهنعمل لها تركايه برضو زي بتاعت بره بالظبط، هنشوفها مع بعض. مش بره بيحطوا عليها قوطه مخلله كده علشان لما انت بتجيلك قوطه مخلله كده مشطشطه، بتبقى قوطه قطع مكعبات بتبقى مشطشطه. هي دي هنعملها، هنحط عليها مكعبات طماطم صغيره، وهي دي اللي بتبقى زي بتاعت بره. بص الرز دخل معايا في السوا واتشرب خلاص، ونقلته على العين الصغيره. هنزل بالعدس على طول يدفى معايا ويكمل سواه، لان انا ما كملتش سواه. انا سبت فيه تكايه كده، يعني في ندغه كده، فسويته كده بالمنظر ده على الرز. ومش هقلبه، هسيبه كده ياخد من البخار ويستوي معايا ويكمل سواه. تمام. هنزل بقى برضو بكمية المكرونة. انا كنت خلاص غطيت الحلة بعد العدس وسبته شوية ورجعت تاني. تمام. هنزل بقى بالمكرونة بعد السليق بالكمية اللي انا محتاجاها، عشان المكرونة ما تزيدش معايا وتبقى المكرونة اكتر من الرز. تمام. وهسيبهم بقى كده ياخدوا من البخار ويبقى كله واحد. بنعمل ايه دلوقتي؟ حطيت الثوم وحطيت معاه نقطة من الزيت، واول ما الثوم ما يتشوح مع الزيت كده ويشم الريحة، هنزل بالخل. بنعمل الدقة، دقة التومة. هروح بقى مزوداها كده حبة من المية، نص كوباية ولا حاجة. تمام، على حسب الكمية اللي انا عايزاها، وحبة خل كده معتبرة عشان دي دقة. بس واحط ملح وثوم وكزبرة. بس كده خلصت الكشري. بجد في منت، يعني كله بيبقى على على النار في وقت واحد، وبيخلص بسرعة الحمد لله. وكمان حمرنا العيش في الزيت، والطماطم اللي انا قلت لكم عليها اهي نزلتها عليها، تاخد بقى من طعم الدقة كده، وتبقى كلها كأنها متخللة. هحط على العيش دوت، حطيت ملح و اللهم صل على محمد. هنحط رشة من الكمون ورشة من التوم باودر. بس كده هقلبه، وما تملحيش الحاجه علشان تبقى الحاجه معاكي مظبوطه. بس خلاص هنغرف بقى الاكل كده بالمنظر ده. هوريكم بس طريقه التقديم بتبقى عامله ازاي، وانا هروح بقى ايه اعيش مع نفسي. انا ومرات اخويا حبيبتي كده، ان احنا ايه نغرف مع بعض. بصراحه ساعدتني كتير في الفيديو ده، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه. آه بصوا ايديها دي، ايديها اللي ظهرت دي. قلبت بقى الرز كده والعدس بقى مع المكرونة مع الرز مع الشعرية. بجد كان طعمه خطير. حط الصلصة بقى على حسب الرغبة، يعني عايزاها كتير عايزاها قليلة اللي انت عايزاه. وهروح حاطة التقلية، وهحط الحمص وخلاص. البصل احنا عملناه اول حاجة زي ما احنا عارفين. والزيت اللي انا فاض مني من البصل عملت منه بقية الوصف كله. حطيت منه للصلصة وحطيت منه للرز، ولو كان فاض كنت حطيت منه للدقة. فيا رب يكون عند حسن ظنكم يا رب، والكشري يكون عجبكم. ولايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيساعدني. جربوا الطريقة بقى بالتكات اللي احنا قلنا عليها دي، وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري يا رب.
تحسوا ان انا رغايه النهارده، رغايه. بس خلاص، انا كنت هنا كنت فاكره ان الكاميرا قافله، بس انا ما كنت ايه، ما خدتش بالي. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.